خامس عالم للكبار، خامس عالم للشباب، وخامس عالم للناشئين. ده شغل طويل المدى، دي استراتيجية طويلة المدى، شغل عالي قوي، وشغل اتحاد لعبة، شغل مسؤولين بيحبوا اللعبة وبيخافوا عليها. بتكلم عن منتخب مصر لكرة اليد وكرة اليد المصرية بشكل عام. منتخب مصر للناشئين خلص خامس عالم في بطولة عالم الناشئين اللي اتلعبت في مصر الأسبوعين اللي فاتوا. لكن كل الملفت في الموضوع ازاي الاتحاد المصري لكرة اليد بيعمل بشكل دقيق قوي علشان يتعلم من الاخطاء. كويس، لان تملي مشكله منتخب مصر اللي بتكون عائق على عدم الوصول لدور الاربعه والمنافسه على ميداليات دوليه، هي ان احنا ما بنكملش. ممكن نعمل شوط اول قوي لكن ونفضل حلوين، لكن في اخر الماتش بنريح شويه، بنسرح، فممكن يضيع مننا الماتش. المره دي شفنا منتخب مصر للناشئين في بطوله العالم، منتخب بيعرف يرجع وبيعرف يعمل كامباك وهو خسران، وشفناه قصاد تشيك، شفناه قصاد الدنمارك، وشفناها قصاد ايسلندا في ماتش الخامس والسادس. كمان منتخب بيعرف يعيد نفسه ذهنيا ويعيد حضوره من تاني لما بيحصل سقوط او عثرة معينة، زي ما حصل بعد ماتش اسبانيا. احنا اتغلبنا من اسبانيا الخميس، تاني يوم كان جمعة بنلعب على أول ماتشات الترتيبية، وكنا بنلعب النرويج في ماتش صعب جدا، وقدرنا نكسب 47-26، فرق 21 نقطة. وده دلالة على إنه الفريق فايق ذهنيا، وعلى إن في اتحاد قاعد بيشتغل على العيوب اللي موجودة عشان نصلحها، علشان بعد كده ده ينعكس على الفريق الأول، لأن الجيل ده هيبقى مطعم للفريق الأول وهيطعم الفريق الأول، فيبقى عندهم الروح دي وفكرة الحضور الذهني القوي والصلابة الذهنية القوية اللي تقدر ترجعهم من تاني. طبعا المنتخب محتاج كلام كتير، بس أنا قلت أتكلم على المنتخب كده بسرعة في الشورت، أحاول أديهم جزء من حقهم، وأحاول أدي الاتحاد المصري لكرة اليد جزء من حقه، لأن اللي بيعمله ده بيتسمى في علم إدارة المشاريع الدروس المستفادة، اللي هي ما بتوصلهاش غير اما بتقيم نفسك، مش ساعة الهزيمة بس، ساعة الانتصارات كمان، وتبص وتعرف ايه الدروس اللي ممكن تستفيد منها وتبني عليها لقادم افضل والقادم احسن بكتير قوي. كل التوفيق لمنتخب مصر لكرة اليد، وكل التوفيق لكرة اليد المصرية، وتفضل كده تشرف الرياضة العربية وكرة اليد العربية. السلام عليكم.